أكلة النهاردة ليها طابع خاص ومميز. بعض الناس بتسميها بيف استراجانوف، ومن اسمها كده نعرف على طول إنها أصلها روسي. وبعض الناس بتسميها بيكاتا بيف، ودي بقى أكلة إيطالي، والاتنين في الآخر واحد. أحلى حتة ستيك وأحلى بيكاتا بالمشروم، والطعم إيه حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. اول حاجه هبدا اقطع المكونات اللي انا هستخدمها، وهي البصل، وهقطعه شرايح رفيعه كده، والثوم هقشره واسيبه على جنب. طاسه وحته زبده وشويه زيت. هنزل باول شريحه ستيك، ودي من عرق الفيليتو، ودي اطعم حته لحمه ممكن تدوقوها، ومن اغلى القطعيات كمان، وده عشان هي جزء مميز في الطعم والتسويه. تتبيلتها بتكون ملح وفلفل بس. بنسيبها 3 أو 4 دقايق على كل وش، وننزل معاها بعودين روزماري فريش وكام فص توم. ممكن نزود حته زبده على الوش، ونبدا نقلب الزبده على شريحه اللحم عشان تفضل محتفظه بحرارتها طول فتره التسويه. وبس كده، كملت باقي الكمية مرة واحدة عشان مفيش وقت. بطلعها واسيبها ترتاح 5 أو 7 دقايق قبل ما اقطعها شرايح رفيعة. قطعية اللحم دي ما ينفعش تستوي وقت طويل، وده عشان العصارة اللي جواها ما تنشفش وما تكونش لطيفة في الأكل. العصارة لازم تكون بالكمية دي أو أكتر، وده بيزود طراوة اللحم وطعمتها. طعمها رائع. نرجع بقى للطاسة ونزود حتة زبدة كمان، وننزل بالبصل اللي قطعناه في أول الفيديو. هقلب البصل لحد ما يدبل شوية ويبدأ يتكرمل، وهنزل عليه بعلبة مشروم جاهز أو مشروم فريش اللي متاح عندكم، وأقلب كله مع بعضه. هزود شوية ملح وفلفل أسود، وبعدين أنزل بكوباية لبن أو حليب، ونص كوباية لبن أو حليب عليها معلقة نشا، وأقلبهم مع بعض، وأنزل بمعلقة كريمة لباني أو كريمة طبخ. أدوب الكريمة في قلب الصوص، وأول لما تبدأ تغلي هنزل عليها بشرايح اللحم بعد ما قطعتها. أسيبهم يتعرفوا على بعض كده لمدة 5 دقايق بالكتير على نار هادية، وبس كده. نبدأ نجهز الطبق بتاعنا. أنا هنا هجربها مع رز أبيض بمرقة اللحم. اللحم طري جدا ودايب دوب، وننزل بشوية مشروم على جنب وشوية صوص على الرز عشان تكتمل السعادة. الطبق ده مكلف شوية بس فعلا يستاهل، ولو طلبناه من أي مطعم هندفع فيه اللي ورانا واللي قدامنا. ممكن نستخدم شرايح لحم انتركوت أو وش الفخدة بدل عرق الفيليتو. هتفرق في وقت التسوية شوية، بس هتدي نتيجة مقربة جدا. ما تنسوش تكتبوا في التعليقات انتوا بتسموا الأكلة دي ايه، زي الروس بيف استراجانوف ولا زي الطليان بيكاتا بيف. ناخد شوية كده من الصوص على المشروم مع الرز، ويلا بينا ندوق. بسم الله. اللحمة بقى الملبن دي نعمل فيها ايه؟ انا عرفت هنعمل فيها ايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتأكلوهم البكاتة دي. اشوفكم في فيديو جديد.